العمالة لسدة الحكم هم امتداد طبيعي للمحتل الفرنسي الذي خرج من الباب ودخل من النافذة. فقادة الجيش الجزائري العميل الذين يخوضون حربهم القذرة اليوم ضد المجاهدين هم ضباط فرنسيون أقحاح من دفعة لاكوست، استولوا على قيادة جيش التحرير عبر سلسلة من الدسائس والاغتيالات والمؤامرات، حقيقة مرة أجمع عليها المؤرخون وتناقلتها كتابات عديدة. يقول الدكتور عبد الحميد إبراهيم رئيس الوزراء السابق في كتابه في أصل المأساة الجزائرية شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائر، صفحة 33: نذكر في هذا الصدد بأن بين أول الضباط الفارين من الجيش الفرنسي في سبتمبر أيلول 57 900 و1000 كان الملازم عباس غزيل والملازم الأول أحمد بن شريف، اللذان التحقا الأول بالولاية الأولى والثاني بالولاية الرابعة في عام 57 900 و1000، متبوعين في سبتمبر أيلول من السنة نفسها بالنقباء بن عبد المؤمن مولود إيدير وزرقيني، بالإضافة إلى الملازمين الأولين بوعنان، محمد بوتلة، عبد القادر شابو وسليمان هوفمان، وكانوا قد التحقوا بجبهة التحرير الوطني في تونس. وقد لحق بهؤلاء في عامي 58 و59 900 و1000 على الخصوص الملازمون عبد المجيد علاهم، عبد النور بقا، العربي بالخير، محمد بن محمد، وحمو بوزادة، مصطفى شلوفي، عبد المالك قنيزية، مختار كركب، الحبيب خليل، عبد الحميد الأطرش، مداوي، رشيد مديوني، خالد نزار وسليم سعدي. وفي عام 61 900 و1000 وقبل أشهر من الاستقلال قامت مجموعة من الفارين مكونة من بعض العسكريين الذين ارتقوا حديثا إلى رتبة ملازم من طرف فرنسا بالالتحاق بجبهة التحرير الوطني في المغرب وتونس، وكان من بينهم محمد العماري ومحمد تواتي اللذان أصبحا رجلين أساسيين في الجيش الوطني الشعبي منذ انقلاب عام 92 900 و1000. سنة 37 الحاكم العسكري الفرنسي في الجزائر أصدر قرار وأمر عسكري بإعدام أي جزائري يخاطب السلطات الفرنسية باللغة العربية، أي جزائري يتجرأ أن يرفع ظلامه